قس على ذلك ما يكون في الكويت، وما يكون الآن في البحرين، وما يكون في الإمارات، وما يكون في غير هذه البلدان، وما يحدث في اليمن الآن. الحلول، أنا قلت الحل ليس ببعيد على الإطلاق. الحلول بعد اتصال عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عادل. أنا وأريد الشيخ بكتة. تفضل. أنا الشيخ أدى أسألف وياه والله. سولف مع الشيخ. وعليكم السلام والله. تفضل يعطيك العافية. أنا شلونك تفضل. أسأل في الشيخ ويحكي على طيب يعني الصوت شوي واضح ان يحكي على واضح ان يحكي على الاتصال شوي. نعم يعني اذا لا، هو واضح انه ينتقدنا بشكل واضح في أننا نقول كلمة الحق، لأنهم ارتضوا أن يكونوا مع القواعد. طيب أنا أقول حاجة، يعني أهل العراق مثل هؤلاء، هناك من يريد أن ينتفض وأن تصبح له حريته، وهناك من يريد أن يكون مع القواعد مثل هذا الرجل. لسبب واحد، نعم. لأنه ينتفع بذلك، كما أن الجرثومة التي تعيش في الماء العفن تعيش على ذلك، لا تستطيع أن تعيش في الهواء ولا في الجو النظيف على الإطلاق. وأقول لأي شيعي على ظهر الأرض: ائتني بمراجعك حتى أظهرهم لك كالنعاج أمامي. ائتني بالسيستان، بعلي خامنئي، بأحمد نجاد، بحسن نصر الله، وأقول لأن منزلتنا عظيمة، لأننا نعز بدين الله جل وعلا، ولسنا بأذلة ولا بروافض. نعم. الحلول تتمثل في الآتي، وليست الحلول عند النصيرية. نعم. لا ليس مبدأ الحلول عند النصيرية. نعم. مش حلول الاتحاد. نعم. لا، الحلول الجذرية يا أسامة لابد وأن أول حاجة أن تتحد الأمة العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج، هذه واحدة. ثانيا أن يكون لها منظومة دفاعية واحدة لصد المعتدين. الثانية أن يكون لها بنك مركزي إسلامي من خلال الثروات تأتي من أمريكا ومن كذا، حتى لا تجمد بعد ذلك، وحتى لا تكون مثارا لأخذها، ويتقوى بها المسلمون في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان. الرابع، وده خطير جدا، أن نخرج من تحت منظومة هؤلاء، ثم على الملأ يؤتى برؤوس هؤلاء. تعالوا انتوا مطالبكم ايه قدام العالم؟ حقوق المواطنة 1 2 3، ان كان في تقصير اهو يبقى دي حقوقه، كل حقوقه متساوية مع السنة في هذه الامور. يبقى اذا من كان انتماؤه بعد ذلك لإيران، من كان انتماؤه بعد ذلك لدولة أجنبي وليس للإسلام والوطن، فهي خيانة عظمى، والخيانة العظمى تقابل بفصل الرأس عن الجسد. نعم. صابرين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أنا بكلمك بالنسبة للمظاهرة دي اللي بتحصل في البحرين. نعم. أنا أضعف واحد، أنا من أهل السنة والجماعة. تفضل. وأنا أضعف واحد صار السنة والجماعة، وأنا نفسي أذبح واحد شيعي وأموت بعد كده، لأن الشيعة هذا دول هم تعدوا. ما هكذا تورد الإبل يا أخي صابرين. يعني ليس هكذا تؤخذ الأمور، يعني المسألة لا تؤخذ هكذا. هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. نعم. شوفوا عمل في أهل السنة في العراق، شوفوا عمل في أهل السنة في لبنان، في البحرين. يعني هم عملوا عمل صعب، وهم بيحاربون محاربة عقيدة، وإحنا أحلى حاجة فيهم الجهاد. شوفوا بيغلطوا على صحابة رسول الله، وبيغلطوا أمي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيستحق الجهاد فيهم. نعم. بارك الله فيك أخي الفاضل. يعني هذه عدالة أهل السنة، لا بد أن نقرها في هذا المجلس. يعني ثورة النفس التي ثارت عند أخينا نحن نحترمها جيدا، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نعتدي إلا على من اعتدى علينا، وبالتالي لا يمكن أن نطلق الأمور هكذا. نعم. من أحد الناس. نعم. تفضل. ولكن يكون الحكم من خلال الحاكم أو السلطان أو الخليفة، وذلك يكون بالتنفيذ من خلال القضاء. نعم. وإلا لو ترك الأمر لأحد الناس لا عملت الأهواء، ولا سفكت الدماء، ولا تناثرت الأشلاء، ولا صارت فوضى. لكن هو الأخ يعني طفح يعني الكيل. نعم. عنده في تلك المسألة. لا يمكن أن يكون منا مثلا مفتي كحازم الأعرجي الذي وقف وقال خذ سلاحك وقاتل كل وهم الأنجاس. طبعا. نعم. معي اتصال من سوريا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خفض صوت التلفزيون وتفضل يا أخي. الله يعطيكم العافية. وإياك. النظام النصيري العلوي، هذا النظام اللي يعمل نفسه
يعمل نفسه انه عربي وانه مسلم كمان. نعم. وقف مع ايران في حربها ضد العراق العربي نعم. 8 سنين. مم. ووقف مع اي نعم. نعم أخي الفاضل، هذا أخي النظام الفاضل، لا مصداقية له. نعم أخي الفاضل، الآن أنت يدخل 10,000 من حزب. نعم، هل تقيم حزب الآن في الله. سوريا أم أنك خارج البلاد؟ يدخله إلى سوريا لضرب السوريين. نعم. ويدخل من الحرس الثوري الإيراني لمقاومة المتظاهرين ومن حزب الله. المحتجين الثائرين في بلد العروبة، في بلد الإسلام، في عاصمة الأمويين، هذا البلد العظيم دمشق العروبة، دمشق الإسلام. سوريا ليست سوريا الأسد، سوريا صلاح الدين، سوريا العروبة، سوريا الأمويين، سوريا بدر الدين الحسني، سوريا العرب والإسلام. طيب بارك الله فيكم أخي الفاضل، طمئني على أحوال إخواننا في سوريا الآن. أحوال إخواننا في سوريا إن شاء الله بخير. نعم. إن شاء الله بخير، والنصر قادم بإذن الله. هل تقيم في سوريا أم أنك ممن خرجوا منها؟ لا، ممن خرجوا منها. لماذا؟ لماذا؟ بسبب الاضطهاد، بسبب الظلم، بسبب الكبت الذي يعاني منه كل إنسان يريد أن يكون إنسانا وطنيا حرا. يعني صف لي الأحوال بارك الله فيكم بالتفصيل حتى نقف مع إخواننا على ما يدور في سوريا الآن وما كان يدور فيها قبل ذلك. حبيبي، سوريا تحكم في الظاهر حكم قومي، وحزب البعث على أنه قومي، ولكن علاقاته وولاءاته لإيران. نعم. فهو في الظاهر يضحك على الشعب السوري بأنه عربي وأنه قومي وأنه نعم. ولكن في الباطن يتعامل مع إيران، وما زال إلى يومنا هذا. إيران تحتل عربستان، إيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاثة، إيران تقف في وجه كثير وتسبب كثيرا من الفتن التي تكون في بلاد العرب، فهي مكان وباء الفتن داخل البلاد الإسلامية. نعم. وهذا أيضا يدعم حزب الشيطان في لبنان من أجل قتل أهل السنة. هذا النظام يدعي أنه عربي قومي، ويقف مع إيران التي تشترك في الاحتلال مع أمريكا في احتلال العراق، ويستقبل ذلك المجرم المسمى مقتدى الصدر في دمشق نعم. أكثر من مرة على أنه هو القتال وهو أصحاب المذابح ضد العراقيين السنة. فهذا نظام لا يصلح أن يكون لبلد الشام، لبلد القداسة، لبلد الإسلام، لبلد العروبة. أخي الفاضل، ما حجم أهل السنة في سوريا وما حجم الشيعة أو العلويين، التقسيمة الديموغرافية كما يقولون للمجتمع السوري؟ العلويين تقريبا 5%. نعم. 5% فقط، وأخونا الشيخ الفاضل محمد أعطاهم أكبر من حجمهم، أعطاهم 10%، وهم يساوون 5 أو لا يصلون إلى هذا الرقم. هؤلاء يا إخواني الكرام يتسلطون على رقاب أهل السنة في سوريا. الكتب التي تطبع خارج سوريا والآتية من الخليج لا يجوز أن تدخل إلى سوريا، والكتب الإيرانية الصفوية العجمية التي تقول بتحريف القرآن هذه لا يمانع. المد الشيعي، الدعوة الشيعية مسموح لها وفتحت لها الأبواب كلها. أما أهل السنة يا أخواني، حتى إمام المسجد
لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يخاطب الجمهور بأحاديث عن الصلاة أو عن الزكاة أو الحج أو الحلال والحرام، لا يتدخل لا بسياسة ولا بغيرها، لكن يمنع من ذلك وتفتح الأبواب لإيران للصفويين ليشيعوا سوريا بالمال. إنهم يتعاملون مع إيران ويلبسون لباس العروبة والقومية، وهو هذا اللباس أو العروبة والإسلام منهم براء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصركم وأن يفرج كربكم. شيخي يعني استمعت إلى هذا الوصف وصف دقيق. نعم دقيق ومن رجل يعني مخلص صالح، أسأل الله أن يزكيه. أنا عايز أبشر بقى المجاهدين في هذه الثورة في سوريا. هم حتى خلاف أي حد على ظهر الأرض. هم مجاهدون في سبيل الله جل وعلا، ومن قتل منهم فهو شهيد. أنا لم أقل هذه من قبل وما أفتيت بذلك على الإطلاق. نحتسبه عند الله شهيدا إن كان مصليا على التوحيد خرج لإزالة هذا المنكر حقيقة. يعني هل ترى شيخ يعني هذا القمع وهذه الاعتقالات في بيت الله جل وعلا لركع السجود، ولا يهمهم إن أحرقوا المصاحف أو وطئوها بالنعال، لأنهم في الحكم الشرعي عند كافة أهل العلم من أهل السنة كفار. وسأعطيك يا أستاذ أسامة فتوى تبين تماما أن قتال هؤلاء واجب شرعي، وأن جهادهم شرعي، وأن من قتل أمام هؤلاء هو من أهل الجنة نحتسبه شهيدا. تسمح لي؟ تفضل شيخ. أهو ابن تيمية في فتاوى ابن تيمية مجموع الفتاوى جزء 35 بالحرف الواحد قال شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء القوم المسمون بالنصيريين هم وسائر أصناف القرامطة الباطني أكثر من اليهود والنصارى. شوف ما قالش مثل اليهود والنصارى، لا، ابن تيمية بيقول لك أكثر من اليهود والنصارى، في أكثر من المشركين، ده الشرك الأكبر ده هو يعني تعدهم كمان. أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار الفرنج والترك وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكتاب الله ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. ما عندهمش أي إيمان بأي شيء على الإطلاق في الحقيقة. هو لا أمن بالله ولا بالرسل ولا بالكتب ولا بجنة ولا بنار ولا بأمر ولا بنهي ولا بثواب ولا بعقاب. مش كده وبس، وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا ما هم عليه من إيه؟ من الكفر والزندقة والإلحاد، وما ذكره السائر في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرف العلماء في وصفهم. ومن المعلوم عندنا شيخ الإسلام، ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهاتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى لهم النصيريين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم أي عند النصيرية فتح المسلمين للسواحل وقهار النصارى، بل من أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. أعظم مصيبة عندهم المسلمين ينتصروا على أي حد حتى على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على الثغور، يبقى ده يوم عيد عندهم وفرح ليس له مثيل، وده شيء مخرج عن الملة مطلقا. وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم، يعني لو الحاكم حط دولا يبقوا مرابطين أو مجاهدين يبقى خاين لأن دول خونة في الأصل. شوف، أو جنودهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة. ولا ريب أن جهاد هؤلاء الجهاد هو اللي بيعملوه في سوريا، ولا ريب، وأنا بقولها الأبطال سوريا، ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب. فإن جهاد هؤلاء يعني النصيرية اللي هي العلوية من جنس جهاد المرتدين. ده كلام شيخ الإسلام، من جنس جهاد المرتدين. والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب. ففي جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب. فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. نعم. أبو بكر من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل يا أبا بكر. أبو بس أريد أسأل سؤال. سل. إذا كان ملك السعودية
شريف ووطني يشغل الامريكان يطبون على العراق. طيب يعني اذا كان السيستاني في المقابل شريف ووطني. لا انا ما علي بالسيستاني، انا سألت السؤال. طيب يعني اريد اعرف. طب اذا